بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول أحد إخواني يعمل في شركة تتجر في العملات، حيث تتعامل في البيع والشراء في البورصة الأوروبية، ويقوم صاحب هذه الشركة باستثمار أموال من يريد ممن يعمل معه، بحيث أنه يعطيهم ربحهم متغيرا كل شهر، إلا أنه في حال الخسارة لا يخصم شيئا من رؤوس أموالهم، وإنما في الشهر الذي تحدث فيه الخسارة لا يعطيهم ربحا بما يوازي الخسارة. لكن إذا أراد أحد الناس أن يسحب أمواله فإنه يوفيه ماله كاملا ويتحمل هو الخسارة. هل يجوز أولا العمل في هذه الشركة؟ وهل يجوز أن يستثمر أحد عنده مدخراته؟ أما المضاربة أو التجارة في العملة في البورصة فلا يجوز، لأن هذه التجارة في البورصات إنما تتم عبر الاتصالات، عبر النت. لا يوجد في البورصة نقود حاضرة، لا ذهب ولا فضة ولا عملات، وإنما يتم الاستبدال من الحسابات التي في البنوك، ويقول بيع واشتري وهو جالس لم يقبض مالا ولم يدفع مالا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. الذهب والفضة ومثلها العملات بلا تردد ولا خلاف سائغ في هذا، أن العملات المعاصرة بمنزلة الذهب والفضة في الثمنية، أنها أثمان الأشياء، لا يشك في ذلك عاقل. المجادل في مثل هذا مجادل في أمر محسوس تقريبا، وهو أن الجنيه والريال والدولار والعملات كلها هي أثمان الأشياء اليوم، إنما يتعامل الناس بها على أنها الأثمان وأنها النقد. فالتجارة في البورصة في الذهب والفضة والعملات كلها غائب بغائب، شر من غائب بناجز، ليس فيها يدا بيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. شرط المضاربة أو شرط التجارة، شرط العمل في تجارة العملة أن تكون يدا بيد، وشرط التجارة في الذهب والفضة أن تكون يدا بيد. هذه المضاربة في البورصات، وخصوصا البورصة الأوروبية وغيرها كلها تتم بلا تسلم ولا تسليم، فهي محرمة من هذا الجانب. ثم أمر آخر باطل في هذه الشركة، وهو أن أن العامل هو صاحب الشركة، يعني في هذه الحالة ضامن لرأس المال، وهذا لا يجوز. لا يحل مضاربة فيها ضمان لرأس المال تتحول لقرض ذا فائدة هو الربح مع ضمان رأس المال، لا يصبح هذا قراضا، يصبح قرضا، لا يصبح مضاربة، يصبح كما ذكرنا مضاربة فاسدة فيها شرط ربوي. فلا يحل أن يشترط أحد الطرفين ضمان رأس المال كاملا دون إدخال في الخسارة.